السلام عليكم خواتاتي، كي راكم؟ لاباس غايه؟ مديروش على قرزيه، راني شويه مقريبيه. انا جيت اليوم وجبت لكم معايا كالعاده وصفه جديده. هنا عندنا كيكه البرتقال. بما ان البرتقال راه الموسم تاعه، اليوم قررت ندير لكم كيكه بالبرتقال. نبدو على بركه الله. هنا عندنا كيكه هشه خفيفه وما فيهاش مقادير بزاف، نديروها غير بحبه تاع البيض. هنا درت حبه بيض، نص كاس سكر، وخلطي داك البيض مع السكر غايه حتى يمتزجوا. وزيدي هنايا هيا هكا، زجيهم غايه. زيدي هنا عندنا نص كاس تاع حليب، والنص كاس الاخر غادي نعوضوه بنص كاس نتاع العصير. هنا عندنا ربع كاس تاع الزيت، ها ولا نص كاس تاع العصير كيما راكي تشوفي، باش يجينا ذوق البرتقال. وزيدوا له الزاست مبشور البرتقال بالطبع. بما انه راه في الموسم تاع البرتقال، واحد يبروفيتي. هذه هي خلطي غايه المكونات. ذوبي السكر، وهنا عندي عبر كاس ونص فرينه، هذه هي، وخميره كيميائيه. وخلطي حتى تتلملك، خلطي بالفوي تيجيك خليط متجانس وخفيف، يجيكش ثقيل بزاف. هذه هي خلطي المكونات غايه كيما راكي تشوفي. هنا الخليط ديك الفرينه دوك الكويرات كاع راحوا. زيدي شويه لافاني، يبقى اختياري لافاني، تبغي تزيديه تبغي ما تزيديش، بيسكو رانا دايرين البرتقال غادي يغلب ذوق البرتقال. وهنا درته في بلا تاعك تاع لي كيك اللي تدخليه الكوشه. فوالا. وهنا عندي للكريمه، عندي نص يوطرو تاع حليب كيما راكي تشوفي. زدت له كاس تاع فلون ونص كاس تاع عصير البرتقال. وديري هنا انا درت 4 مغارف نتاع سكر، بصح جاتني الكريمه شويه حلوه، ماذا بيك نقصي ديري غير زوج، باسكو انا عندي الفلون هنا حلو. وديري معاها 2 معالق نتاع النشاء، وديها على النار وقعدي تخلطي. وزيدي تاني الزاست، ما تنسيش الزاست تاع الاورانج. كي يطيب لك داك الخليط ويعقد، زيدي له مغرف تاع دهان تاع زبده عاديه مارغارين كيما راكي تشوفي. وهذا هو الشكل النهائي. كي طيب لك ديك الكيكه خرجيها، يكون داك الخليط شويه برد، عاودي ضربيه بالفوي غير هاك وديريه من الفوق. هيا ودخليها للفريجيدير، خليها تبرد تقريبا ساعه تشد روحها غايه، وخرجيها بالصحه والهنا لوليداتك. هذه هي وصفه ولا اروع بذوق البرتقال. ان شاء الله خواتاتي تكون عجبتكم الوصفه، وما تنسوش الدعم والاشتراك. اشتركوا باش نزيدوا نتحمسوا ونزيدوكم الوصفات، وصفات اقتصاديه في متناول الجميع. اي ربة بيت نجم دير هاد لي غوسيت، ماشي حاجه مكلفه. هذه هي وصفاتي المتواضعه، راني نتقاسمها معاكم كل يوم. نتمنى ان شاء الله خواتاتي تعجبكم الوصفه، وكثروا لي الدعم ولي لايك والاشتراك. قناتي راهي جديده، ان شاء الله خواتاتي تعاونوني. هذه هي باش نزيد نتحمس ونكثر لكم الوصفات. فرجه ممتعه، اتمنى لكم فرجه ممتعه، وان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. هذه هي الوصفه تاع اليوم. الى الملتقى ان شاء الله للمره الجايه مع وصفه جديده من وصفاتي المتواضعه تاع كل يوم. مع السلامه خواتاتي، تهلاو في رواحكم.